اعرف دستورك قبل ما تعلم عليه. المساواة بين المواطنين في الدستور الجديد. انت ابيض، اسمر، مسلم، مسيحي، طب انت راجل ولا انت ست؟ كل ده مش مهم، لان الدستور ما بيسألش انت نوعك ايه او جنسك ايه او دينك ايه. هيتعامل معاك على انك مصري وبس، وهيساوي بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات. طيب اسمح لي اسألك، انت فكرك ايه؟ مؤيد، معارض، محايد؟ برضه مش هتفرق، لان الدستور ألزم الدولة بانها ما تفرقش بين مواطن والتاني على اساس تفكيره او الحزب المشترك فيه. اما بقى لو عندك مشكلة ووصلت للقضاء فاطمن، محدش على راسه ريشة قدام القاضي، لان الدستور بيضمن ان المواطنين كلهم متساويين قدام القانون، يعني مفيش تمييز ولا وسايط، والقانون مش هيفرق بين ابن الراجل الغني ده ولا ابن الراجل الفقير ده. لو عاوز تتعرف اكتر على المساواة بين المواطنين في الدستور الجديد، اقرأ الدستور في المادة 6 والمادة 33، حرية الرأي والتعبير. انت تعرف ان الدستور الجديد بيأكد على ان كل واحد حر في افكاره، وانه من حقه يعبر عنها بالكلام او بالكتابة او بأي وسيلة يختارها من وسائل التعبير. مش بس كده، ده الدستور نص على تشجيع حرية الإبداع وتوفير الرعاية للمبدعين والمخترعين وحماية إبداعاتهم واختراعاتهم ومساعدتهم في تطبيقها لخدمة مصر والمصريين. وكمان الدستور الجديد نص إن بإمكان أي مواطن الحصول على أي معلومة أو وثيقة أو بيان أو إحصاء، وده بيحقق الشفافية وحرية تداول المعلومات. ولدعم حرية الرأي والتعبير، مع الدستور الجديد أصبح للمصريين حرية إصدار الصحف والمجلات وتملكها بمجرد الإخطار. وكمان كفل الدستور حرية الطباعة والنشر، وأكد على استقلال وسائل الإعلام ومنع الرقابة عليها. مع الدستور الجديد تقدر تنظم اجتماع عام، مظاهرة، وكل اللي عليه إنك تخطر الحكومة، ولو اجتماع خاص اعمله على طول من غير اي اخطار، والدستور يمنع التصنت عليها. ده غير انه بيكفل حرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية والاحزاب، وبيديها الحرية في ممارسة نشاطها. لو عايز تعرف اكتر عن حرية الرأي والتعبير، ارجع للمواد دي في الدستور 45 و46 و47 و48 و49 و50 و51. حقوق العمال في الدستور الجديد. انت عارف ان الدولة في الدستور الجديد ملزمة انها تحافظ على حقوق العمال، اللي منها ان اجرك يكون عادل وعلى قد تعبك. مش بس كده، ده كمان بيضمن لك حد ادنى للاجور والمعاشات، وبكده تضمن حياة كريمة لاخر الشهر. وعلشان محدش ياخد اكتر من حقه، ألزم الدستور الدولة بحد اقصى للاجور. ولإيمان الدولة بحق صغار الصناع، هتتكفل الدولة برعاية الصناعات الحرفية والصغيرة. وكمان الدستور بيضمن للعمال حصص في أرباح القطاع العام، وبتضمن تمثيلهم في مجالس الإدارات للتعبير عن مطالبهم. ده غير ان الدولة بتكفل حق العامل في الأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل. ولو حس العامل في يوم انه مش عارف ياخد حقه، الدستور بيكفل له حق الإضراب السلمي. لو عاوز تعرف حقوق العمال في الدستور، ارجع للمواد دي 14 و15 و17 و27 و64. حقوق الفلاحين في الدستور الجديد. تعرف انه لأول مرة في الدساتير المصرية عندنا مادة بتقول ان الزراعة هي المقوم الاساسي للاقتصاد المصري، وده معناه ان الفلاح هترجع له مكانته من تاني وهيسترد كل حقوقه. واللي اقلها ان الدستور بيضمن معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين. ومش بس كده، الدستور ألزم الدولة بدعم الفلاحين اللي دي كانت عيشتهم، وهتساعدهم ان دي تبقى عيشتهم.
دستورنا الجديد كمان بيلزم الدولة انها توفر متطلبات الانتاج الزراعي وهتسوقه وتديره بالعدل بين الفلاحين، وهتقف جنب الصناعات الزراعية، وهتحمي الفلاح والعامل الزراعي من اي حد ممكن يستغله او يستخدم ارضه. يعني من الاخر مش هيبقى الوضع زي زمان، هيبقى في عدالة اجتماعية والكل هياخد حقه. ده كمان الدولة هتلتزم بحماية مساحة الاراضي الزراعية، ومش هيقف دور الدولة على حماية الارض وبس، لا مساحتها هتزيد، والمحاصيل والأصناف النباتية والثروة الحيوانية اللي كانت كده بعد تنميتها والشغل عليها زي ما دستورنا ما بيقول هتبقى كده. لو عاوز تتعرف أكتر على حقوق الفلاحين في الدستور الجديد، اقرأ الدستور المادة 15 و16 و67. لو شايف ان الكلام ده مقنع ليك، روح وصوت بنعم، ولو شايف ان الكلام ده مش كفاية، روح وقول لا. اعرف دستورك قبل ما اتعلم عليه. www.dastur.eg. دستور